كلنا بنسمع كلمة استشاري، بس السؤال: هل كل اللي بيتقال عليه استشاري فعلا بينفع الفلاح؟ في ناس أنقذت محاصيل، وفي ناس كانت سبب في خسارة بيوت كاملة. النهاردة في حواديت الغيط احنا مش بنجامل ولا بنهاجم أشخاص، احنا بنناقش دور ومسؤولية. ضيفنا النهاردة هو استشاري محصول الفراولة والموز في مصر والوطن العربي، ومحاضر في أكبر المعارض والندوات الزراعية، واستشاري مشروع مستقبل مصر، المهندس ياسر حامد. انا برحب بحضرتك يا الله باشمهندس. يخليك يا باشمهندس معاذ، اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. طيب انا عنوان حلقتي النهارده: ما هو دور الاستشاري الزراعي؟ تمام. خليه يبقى ده اول سؤال ونساله لحضرتك. اتفضل يا فندم. في ملف حساس زي ده الخبره بتفرق. نعم. حضرتك بقالك كام سنه في الاستشارات الزراعيه؟ انا مهندس زراعي من اكثر من 30 سنه، لكن بقالي قد ايه استشاري زراعي؟ بقالي تقريبا حوالي 20 سنه. ما شاء الله. ربنا يزيدك علم. الله يبارك فيك. تسلم. طيب خليني ادخل في الموضوع على طول. والسؤال الاولاني: امتى نقدر نقول على حد استشاري زراعي بجد؟ نعم. مش معاه مؤهل ولا سنين خبره؟ هيبقى ايه ولا نتائج على الارض حقيقيه؟ السؤال كبير جدا وعايز اجابه طويله جدا، بس خلينا نتفق ان احنا النهارده ان شاء الله نختصر، لان خير الكلام ما قل ودل. مظبوط. اولا المهندس الاستشاري الزراعي ايه هو؟ زمان كنا بنسميه المرشد الزراعي، لو تفتكر ايام الجمعيه الزراعيه كنا بنسميه المرشد الزراعي. النهارده الاستشاري الزراعي هو مهندس زراعي مسجل ومقيد في نقابه المهن الزراعيه، عنده من الخبره الواسعه مش اقل من 10 سنوات، من 10 ل 15 سنه عشان يطلق عليه استشاري. من 10 ل 15 سنه عشان يتقال خبره. عنده علم عميق، علم كبير جدا. لازم يكون متخصص في فرع من الفروع، يعني ما ينفعش نقول استشاري زراعه بس زي ما احنا كده. الطبيب ما ينفعش نقول طبيب استشاري، لا نقول طبيب استشاري انف واذن وحنجره. احنا عندنا النهارده استشاري زراعي ما نقولش فاكهه، نقول فاكهه متساقطه، عنب، موز. استشاري خضر، طماطم، صوب. فلازم يكون متخصص في مجال من المجالات او قسم من الاقسام. مظبوط. طيب حضرتك شايف ان كلمه استشاري في مصر اتظلمت او اتبهدلت؟ لا، هي الاستشاري استشاري، ولا انظلمت ولا اتبهدلت، بس احنا عندنا زي ما نقول سيادتك كده ايه، بنحب نفخم شويه، بنحب نعمل جبر للخواطر. يعني على سبيل المثال لو حضرتك قابلت راجل كبير في الشارع بتقول له ايه؟ السلام عليكم يا عم الحاج، اتفضل يا عم الحاج. صح. لما تيجي تسال عنه هو ولا حاج ولا عمل عمره ولا راح السعوديه، انت بتجبر بخاطره او بتحترمه. فاحنا عندنا ممكن نيجي على مهندس زراعي صغير لسه ما عندوش كلمه استشاري، لسه ما جاتش على مقاسه يعني زي ما بنقول، ولكن بيقولوا الاستشاري فلان فلان. لا، احنا كده بندي الحاجه مش في مكانها او مش في وضعها. فلازم الاستشاري الزراعي لازم على الاقل يكون عنده من 10 ل 15 سنه عشان نطلق عليه استشاري. فهي ولا انظلمت ولا اتبهدلت. فالاستشاري استشاري. طيب في رايك كده، نعم، اخطر نوع استشاري ايه؟ اللي ما عندوش علم؟ نعم. ولا اللي عنده علم ومش امين وده اللي بنشوفه الايام دي؟ نعم، لا يطلق عليه استشاري ولا ده ولا ده. الاستشاري حضرتك لازم يكون له مواصفات. مواصفات الاستشاري لازم يكون امين في شغله. صح. امين في شخصه، امين على المهنه نفسها. لازم يكون عنده علم عميق جدا وعلم واسع جدا. لازم يكون عنده خبره كبيره جدا. لازم يكون عنده مهارات شخصيه، امتى ياخد القرار، امتى يعرف يدير المكان اللي هو شغال فيه، امتى يكون في مشكله يعرف يحلها. لا، فالنهارده الاستشاري لا، ومتخصص زي ما حضرتك قلت بقى، يكون متخصص في حاجه معينه. نعم يا فندم. فعلا. طيب انا لو فلاح دلوقتي، نعم، وجاي قدامي استشاري زراعي نازل لي الارض بتاعتي، تمام. اعرف منين ان بجد ده استشاري زراعي فاهم؟ نعم، ولا استشاري بيقول زي ما حضرتك قلت كده حاج فلان يا حاج، اللي هو استشاري مش حقيقي؟ طيب بص يا فندم، هو الاستشاري عندنا في مصر نوعين. كلمة استشاري معناها خبير. ففي استشاري لغوي باللغة نقول عليه خبير، بمعنى عندك فن بيقلم عنب تقول لي ده خبير في التقليم، وهو ولا معاه مؤهل ولا معاه حاجة. ليه؟ من ناحية اللغة نقول عليه ده خبير أو استشاري، لأنه هو فني بقاله فترة طويلة. لكن قانونيا ومستنديا هو مش استشاري لسه. لا مش استشاري. يعني لو النقابة نعم، هتطلع كارنيه للاستشاري الزراعي، نعم،
عايز حضرتك تقول لي ايه هي 5 مواصفات تخليني ان انا النقابه هتطلع لي كارنيه استشاري زراعي. طيب اول حاجه سنين الخبره، بقاله قد ايه، سن خبرته قد ايه، علمه ايه، حاصل على ايه. لازم يكون مهندس زراعي، لازم يكون عنده امانه. امانته ايه؟ لازم يبقى ايه هي المشاريع التي يديرها، هو اصلا خلفيته ايه، عمل ايه، وجاب لي ايه. خدت بال حضرتك؟ لازم يكون عنده زي ما قلت لحضرتك كده مهارات شخصيه. طب يبقى مشهور؟ عشان ابقى استشاري ابقى لازم الناس كلها عارفاني ومشهور. يفضل. ليه؟ لان شغلك اللي هيتحدث عنك. ما هو النهارده هو انشهر بناء عليه، انشهر بناء على شغله، فاكيد مظبوط. اكيد طبعا. لان النهارده هقول لحضرتك على حاجه، النهارده لو انا مزارع وعايز اجيب استشاري، بسال الاول مين يا جماعه الاستشاري الكويس؟ المهندس معاذ. ببدا خلاص يبقى مشهور، يبقى ابدا اجيبه، طبعا لازم يكون مشهور ومعروف في شغله. مظبوط. طيب. طيب انا لو الاستشاري بقى ده نزل للفلاح في الارض تمام واداله نصيحه علميه، تمام. الفلاح بقى يعرف اذا كانت هي نصيحه فعلا بجد ولا حاجه وراها مصلحه؟ زي انت عارف الاستشاريين مثلا ممكن استشاري يقول نصيحه عشان هو شغال في شركه معينه او ليه حاجه معينه. طيب دوت الفلاح يعرفها ازاي؟ الفلاح مش هيعرف. ما هو للاسف الفلاح مش هيعرف، لكن في المشاريع الكبيره يعرف. لان دايما اللي بيدير المشاريع الكبيره مهندسين، ناس عندها علم، كيانات كبيره. كيانات كبيره. لكن المزارع دايما، المزارع في مصر غلبان. احنا ما نقولش يبقى عنده علم، لا، هو لازم يكون عنده مهارات او فطنه كده اللي هو او فطنه. يعرف. فانت النهارده لا، مش هيعرف الا الزرع اللي هيقول. بعد كده جربنا ورشينا وسمدنا وروينا، هيبان على الزرع ان هو كان بيضحك عليه ولا لا، لان الزرع ما بيضحكش عليه. تمام. طيب السؤال دوت يخليني اروح لحته تانية. وقت الخساره في استشاريين بيختفوا. نعم. بعد ما حضرتك قلت هو بيظبط الارض وبيظبط كل حاجه. تمام. لو حصلت خساره هنا نعم. للفلاح، نعم، الاستشاري بيختفي ولا بيفضل موجود؟ طيب هو احنا عايزين نقول الخساره اصلا سببها ايه؟ هو ايه دور الاستشاري؟ الاستشاري حضرتك دوره حاجات معينه. اول حاجه بيحط خطه، بيتابع الخطه، بيقيم الخطه. فانا النهارده انت ليك عندي ايه كمزارع؟ انا ماسك مزرعه سيادتك، انت ليك عندي ايه؟ نتائج في الاخر. ليك عندي كميه محصول، جوده محصول، تقليل التكلفه، تعظيم الربحيه. خدت بحضرتك؟ فاختفي ليه؟ النهارده ما انا ممكن انتج لك احسن انتاج، اديك احسن جوده بمواصفات، والسوق يكون معايا تعبان. فمش هنقي، الخساره مش معايا، الخساره خساره سوق. يبقى انا بقيم الفلاح يقيم اللي حصل ايه. ايوه فندم. فعلا التكلفه قلت ولا لا، انت الانتاجيه زادت هو ولا لا. برضه الاستشاري لازم يبقى نازل المزرعه وعارف انا دوري ايه. دوري اديك محصول كويس جدا بكميه محصول، جوده كويسه جدا باقل التكاليف. لكن لو حصل خساره بسبب السوق، ما النهارده السوق، معظم السوق الزراعي خسران. هل بسبب الاستشاري؟ ما هو الاستشاري انت كويس، بس بسبب دي حاجات تسويقيه الاستشاري ليس له علاقه بيها. مظبوط. يعني دلوقتي برضو فيختفي ليه؟ يختفي امتى؟ يختفي لما يكون في مشكله. هو مثلا على سبيل المثال في الفراوله بنصدر، الاستشاري كتب مبيد، وهذا المبيد مثلا مش موجود في قائمه التصدير. ماشي. خدت بالك؟ وراح مطلع المزرعه بره التحليل. المزرعه سقطت من التحليل، ما جابتش فلوس، المزرعه خسرت بسبب كده. دي يتحملها الاستشاري؟ طبعا. طبعا في اخطاء فنيه وفي اخطاء تسويقيه. صح. فده برضو يديني حته ان الاستشاري لازم قبل ما ينزل الارض يبقى عنده برضو فطنه وذكاء، انا هعرف ادير الارض دي في الاول ولا لا. تمام. صح. بالظبط. هو اولا الاستشاري في اصول احنا بنمشي عليها. يعني لما بنروح ارض اول مره لازم نطلب تحليل للميه، لازم نطلب تحليل للتربه، لازم نكتب حاجات اللي بتكتبها للمزارع تكون مسجله في وزاره الزراعه، تكون مسموح بها في قائمه التصدير. النهارده سيادتك لما بتروح تكشف عند الدكتور وتقول له انا عندي مغص في بطني، تمام، الدكتور بيقول لك اشرب كوبايه انسولين، بالرغم ان كوبايه الانسولين هتجيب نتيجه. لكن بيقول لك بيكتب لك علاج مسجل في وزاره الصحه معتمد. المهندس الزراعي لازم ينزل يكتب برندات معتمده، يسيبه من ماليش دعوه بالتجربه. ده انت هترش شطه، انت هترش توم، ده عشان بيعالج في الوقت الحالي. ايوه يا فندم، لازم تمشي. بقول لحضرتك عقم ارضك، شوف تحاليلك، شوف تحليل ميتك، امشي صح، امشي كل اساسياتك صح عشان تنجح. لان النهارده اللي هيبان على الزراعه مش انت معكش عصايه سحريه، ده اللي هيبان على الزراعه المنتجات اللي سيادتك كتبتها. لو منتجات كويسه وهتجيب نتيجه هتظهر شغلك. كلام مظبوط. تمام. لو الفلاح بيسمعنا دلوقتي تمام وهيختار استشاري زراعي، تمام، يختاره ازاي من غير ما يضيع بقى موسم؟ هو دلوقتي النهارده مثلا احنا في نص الموسم في الفراوله. نعم.
ازاي اختار استشاري زراعي لو انا ما اخترتش من البدايه تمام. وما ضيعش بقى الموسم اللي باقيني في طيب الدوره؟ حاجتين عشان انا النهارده كمزارع وعايز اجيب استشاري لازم يكون عندي حاجتين. الحاجه الاولانيه سمعته. كل حاجه النهارده سمعته، الناس واثقه فيه وحقق نتائج على ارض الواقع. طالما الاستشاري حقق نتائج على ارض الواقع والناس اتكلمت عنه اختاره وانا مغمض. ما جربش في نفسي واجيب واحد استشاري وانا ما اعرفش عنه ما حاجه. جربش، صح. ما جربش. لازم الناس تقول عليه ان هو فعلا استشاري ذو ثقه. دي رقم واحد. رقم اتنين، اجيب استشاري المنطقه. ما اروحش النهارده انا في مركز بدر اجيب استشاري النهارده من المنيا، ما اروحش النهارده استشاري اجيب عشان من التكلفة، اسوان. صح. لا، مش موضوع تكلفه. أمال. الظروف الجويه تختلف، نوعيه التربه تختلف، نوع الزراعات تختلف. يعني قصدي حضرتك الاستشاري التكلفه بتاع نفسها المنطقه، تختلف. استشاري المنطقه فاهم المنطقه. فاهم المنطقه قريب مني. انا عندي كارثه النهارده، عندي مرض واتصلت بيه الساعه 7 الصبح، 7 وربع يكون عندي يبص على الكارثه اللي عندي يحلها لي. لكن النهارده لو هو من منطقه بعيده بينه وبينه 4 ساعات، هيجي لي امتى؟ هيجي لي بعد ما الكارثه تحصل. فلازم يكون ذو ثقه وذو خبره، الناس بتتكلم عنه، يكون قريب في المكان اللي انا متواجد فيه موجود عشان فيه. وقت ما اعوز ولا ايه. طب ده برضه هيديني سؤال تاني. اتفضل. ينفع استشاري زراعي يكتب برنامج وهو قاعد في المكتب؟ لا، دي بقى حضرتك مش هتبقى استشاره، دي هتبقى نصيحه. يعني انا ممكن دلوقتي مع سيادتك انصح الساده المزارعين، خلي بالكم ان شاء الله بكره درجه الحراره عاليه، احنا عايزين نزود الري شويه. دي نصيحه. طب لو الكل عملها ممكن تبقى ضرر. بمعنى في اراضي طينيه مش عايزه ميه، في اراضي رمليه محتاجه ساعه، في اراضي رمليه محتاجه ساعه. دي من المكتب يعني تبقى كل نصيحه. ارض على حسب حالتها. من المكتب ما تبقاش استشاره، تبقى تبقى نصيحه. لان النهارده الدكتور لما بيعوز يكشف على المريض لازم يشوف المريض، يشوفه بعينيه، يعمل له تحاليل، يكشف عليه، يشوف دقات قلبه، يشوف الحاجات دي. فالنهارده لو انا هدي من المكتب استشاره، مش اسمها استشاره، اسمها نصيحه. اسمها نصيحه. هنصح الفلاحين بكذا، وكل واحد يقيس بقى على الظروف اللي عنده. هل النهارده فعلا المهندس ياسر قال ادوا ساعه ري، هل الارض تستحمل ساعه الري ولا تستحمل نص؟ طب ارض محتاجه ساعتين. يبقى الاستشاره وان انا بنزل بشوف النبات على ارض بشخصه الواقع. فعلا على ارض بالاستشاره الواقع. على ارض الواقع، اشوف المريض قدامي، اشوف الزرع قدامي. لكن لو انا قاعد في المكتب وهقول حاجه، دي بتبقى نصيحه. نصيحه زراعيه. نصيحه زراعيه. مظبوط. طيب هل الفلاح لازم يتعلم شويه ولا يفضل معتمد على الاستشاري؟ طبعا لازم الفلاح يتعلم، بس الفلاح يتعلم مهارات. بمعنى احنا عندنا المزرعه نجاح المزرعه عباره عن مثلث. ضلع صاحب المزرعه، ضلع المزارع او المنفذ داخل المزرعه، وضلع الاستشاري. الاستشاري النهارده سيادتك كتب المبيدات وكتب الاسمده وصاحب المزرعه ما جابهاش، يبقى لها لازمه؟ لا طبعا. طيب المزارع المستشاري كتب المبيدات والاسمده وكتب الطلبات وصاحب المزرعه جابهم، واللي ماسك المزرعه نفذ غلط، هيجيب نتيجه؟ لا طبعا. فهم ثلاثه، تلت المسؤوليه على صاحب المزرعه، تلت المسؤوليه على الاستشاري، تلت المسؤوليه على الفن اللي بينفذ العمليات المطلوبه منه من برنامج الاستشاري اللي كاتبه. لازم ينفذها مظبوط. لازم ينفذها مظبوط يا فندم. بس امتى؟ انا لما بنزل مزرعه كاستشاري لازم اقول لهم انا عايز حاجتين، عايز جهاز الري وعايز جهاز المكافحه. يا جماعه انا نظامي في الري والتسميد 1 2 3 وتعليمات، وابدا ادرب العماله والفنيين الموجودين في المزرعه على شغل حضرتك. على شغلي. انا كده مظبوط. انا لازم اصاحب الناس اللي في المزرعه، لازم اجيب فريق الري والتسميد واقول له النظام في الري 1 2 3 4 وتسمى كذا، يمكن هو نظام ري مختلف، لازم تحمض الارض كذا، والحاجه الفلانيه ما تحطهاش مع كذا، والحاجه الفلانيه حطها مع كذا. هتقول لي فريق الرش، انت بترش ازاي؟ اعمل تجربه قدام. لا البشبوري كده لازم تعمله شبوره، انت عامله صاروخ. انا في خدت بحضرتك؟ لا بتاع انت عندك حمراء، طب روح في الخط رايح جاي. طب انت عندك النهارده اليومين دول زي حضرتك شايف في عفره وفي غبار شديد جدا، لازم اغسل الاول الزرع قبل ما ارش. الرش مش هيجيب نتيجه. ناس كتير بتشتكي ان هي رشه الحمراء والحمراء ما بتجيبش نتيجه. لا اما تطبيق غلط، لا اما النبات عليه عفره كبيره جدا. فلازم حضرتك ادي نصايح. صحيح. ايوه فانت. طيب امتى حسيت ان كلمه استشاري دي فرقت معاك او كانت يعني وسام كده على صدرك؟ في مره جالي تليفون من امير كبير جدا في احد الدول العربيه، ما شاء الله، وطلب مني امسك مدير مشروع خاص بالدوله. فقلت له يا فندم انا استشاري مش هينفع، لان عندي شغل في مصر، انا مش هينفع اجي امسك مدير، انا ممكن اكون استشاري لك. فقال لي، سالني سؤال كبير جدا، قال لي اي المشاريع تديرها؟ قلت له انا استشاري في مشروع مستقبل مصر. الله، ساعتها انا حسيت ان كانت وسام على صدرك. طبعا. ما شاء الله. نعم. طب ما تحكي لي كده، انت حضرتك سافرت السعوديه،
انا سافرت دول كتير جدا، اوروبا والسعوديه وكل دول طب الخليج ما الحمد تحكي لله. لنا بقى ونستغل الحلقه ديت كده. اتفضل. يعني حواديت حواديت الغيب. الغيط دي. طيب. طيب قول لي كده، لما سافرت بره نعم. عندنا في مصر الاراضي احسن ولا بره مصر؟ هقول حقيقه، بس اصدقائي كتير في الدول العربيه ما يزعلوش مني. مصر جميله في كل شيء، جميله في ناسها، جميله في مزارعينها، جميله في جوها، جميله في ميتها، جميله في زراعتها. لا مفيش حاجه زي مصر. مهما سافر ومهما اعمل وانجح بره، لا مفيش زي مصر. هي مصر بلد الزراعه فعلا. نعم، بلد كل حاجه حلوه. بلد كل حاجه حلوة. طبعا. هقول لحضرتك على حاجه. انت بتسالني بتقول لي في فرق. يعني خلي بالك احنا بره معظم الزراعه عندنا مثلا لو فراوله بنزرع في الهيدروبونيك او سيمي هيدروبونيك في تربه بديله، لان ممكن يكون بتروح اماكن في دول الخليج درجه الحراره ما ينفعش تزرع فيها في الجو المفتوح، عالية جدا. لازم تعمل صوب مكيفه. التربه صخريه لازم تعمل تربه صناعيه. فكل مكان ليه وضعه وكل مكان صح. احنا شفنا فيديوهات لحضرتك كتير في الصوب الزراعيه هناك. نعم. وانت بتبص الزراعه هناك ايه يعني، لازم بتنزل التكييف دوت لحد درجه ايه؟ لا ما هو حضرتك مش لازم التكييف، ما احنا قلنا درجه يعني في مرحله. بص حضرتك، النبات ليه مراحل من النمو، مرحله نمو خضري، مرحله تزهير، مرحله تحجيم. فانت كل مرحله لها درجه حراره ليها معينه. درجة حرارة. انا في مرحله النمو الخضري بحتاج 3 حاجات. بحتاج مثلا ازوت عالي شويه، بحتاج درجه حراره عاليه شويه، بحتاج ميه زياده شويه. النبات يتجه للنمو الخضري. في مرحله التزهير بحتاج ان انا اعطش شويه، ادي فوسفور عالي شويه، وابطئ درجه الحراره شويه كده. في مرحله التحجيم بتختلف، ادي بوتاسيوم زياده شويه. فكل مرحله بيبقى لها شغلها. ده دور الاستشاري بتاع طبعا الزراعة. طبعا. نعم. طبعا ده دور الاستشاري حضرتك كبير جدا. هو دور الاستشاري ليس الاستشاري الزراعي ليس فنيا لكتابه برنامج التسميد، او برنامج لاداره الري، او برنامج للعمليات الفنيه، او برنامج للمكافحه. الاستشاري الزراعي سيادتك هو عباره عن قائد ميداني في المزرعه، يدرب الناس، ينقل لهم تكنولوجيا. ده فيه حته مهمه جدا. احنا مثلا في الفتره الاخيره في الظروف الجويه ما كانتش مناسبه، جالنا امراض كتير جدا في محصول الفراوله ما كناش نسمع عنها، مش موجوده في مصر. طب انا استشاري زراعي وما مرش علي هذا المرض، ورحت المزرعه لقيت المرض، دور ايه؟ افتي؟ لا طبعا. ابوظ زراعه الناس؟ بعمل ايه بقى؟ بكون حلقه وصل ما بين المزرعه وبين المراكز البحثيه زي مركز البحوث الزراعيه ووزاره الزراعه. باخد هذه المشكله وابدا اذهب بيها للمراكز البحثيه، اقول لهم يا جماعه شوفوا لنا بالعلم بتاعكم وبالخبره بتاعكم، شوفوا لنا حل لهذه المشكله. بيبدا يدينا حل، اخد الحل وابدا اطبقه فين؟ في المزرعه. فالمهندس الزراعي هو حلقه الوصل ما بين المزرعه وما بين الفلاح وبين المراكز البحثيه. دوره مهم جدا. دوره مهم. ده حضرتك ده دوره تطوير وتعليم ومتابعه. بص حضرتك، متابعه ومراقبه وتعليم. هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. انا في بدايه الموسم الفراوله ظهر فيديوهات مسيئه جدا لمحصول الفراوله، وانا اتكلمت تقريبا كنت في تركيا، بس انا كنت في تركيا ساعتها. واتكلمت من تركيا وقلت يا جماعه احنا هنودي محصولنا في داهيه. الناس بتستمع لهذه الفيديوهات وبناء عليه يقول لك الفراوله بلاش في مصر، ففرضوا علينا سعر معين، ودي كان سبب من ضمن اسباب نزول سعر الفراوله هذا العام، برغم ان الانتاج بسيط جدا. احنا عندنا مشكلتين، انتاج بسيط وسعر بسيط. خد راحتك. فالمفروض النهارده المزارع او العامل البسيط لما يبقى في مشكله ما يطرحهاش هو، يبدا يكلم الاستشاري، يدور على الاستشاري ويشوف حلها ايه. انا الاستشاري يقدر يوصل صوته بطريقه افضل وبطريقه اعلى في مكان اعلى. لكن انا مش عايز النهارده فيديوهات مسيئه، انا عايز النهارده فيديوهات النهارده زي ما بننزل النهارده نعلم المزارعين ازاي نثقفه فنيا، لازم نثقفه برضو من ناحيه الوعي. خلي بالك الفيديوهات بتاعتك اظهر، واللي احنا فيديوهات الفراوله بتاعتنا كويسه، اظهر الجانب الايجابي. صح. فيديوهاتنا الجوده فيها كويسه، فيديوهاتنا خاليه من المبيدات، فيديوهاتنا خاليه من الهرمونات، فيديوهات فراولتنا خاليه من كذا. سوق لنفسك، سوق لنفسك بما يرضي الله. صح. لكن ما تسقش عشان تعمل فيديوهات وتاخد تبقى ترند او الناس تضحك شويه. لا 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 لا. طيب ده امن غذائي، يعني امن دوله. امن غذائي فعلا. طبعا. طيب في مهندسين واستشاريين بيكتبوا على مواقع التواصل طبعا فيسبوك وحاجات من دي، وناس كتير بتدخل تهاجمهم. نعم. يعني هم بيدوا نصايح وبيشوفوا من وجهة نظرهم طبعا وبالعلم اللي عندهم، والناس بتدخل تهاجمهم. طيب انا رايي ايه؟ انا نفسي كل الناس تقول ونفسي كل الناس تتكلم، واللي يعجبنا من الكلام واللي يمشي مع ارض الواقع بتاعنا ناخده، واللي ما يعجبناش ما ناخدوش. طب الناس دي لو ما اتكلمتش هنتعلم ازاي؟ لما نقول النهارده بيهاجموا لك ده الدكتور زرع فراوله والدكتور بيقول، طب الدكتور فلان دي لو ما قالش
ده الناس ديت ما شاء الله بالنسبه لنا قمه في الاخلاق وقمه في وعلم. العلم وقمه في التقنيه. لازم نتعلم من الناس دي. ايوه الدكتور لازم يزرع فراوله، والمحامي لازم يزرع فراوله، والناس دي كلها لازم نزرع، كلنا المهنه الزراعه وكلنا نساعدهم وكلنا نزرع. وده رزق في وعلى الأول وفي فكره الآخر. ورزق، والسوق يستوعب اكتر من كده. كلنا لازم نزرع وكلنا لازم نتكلم، يعني السوق يستوعب كلنا فعلا لازم أكتر نتعلم من كده. بعضنا، ولازم كلنا نستحمل بعضنا، وكلنا نحب بعضنا ونتعاون مع بعضنا. لكن ما اقولش معلومه النهارده تقعد تهاجمني. طب انا خلاص انت هاجمتني انا مش هتكلم، هتعلم من مين؟ خلاص ما خلاص انت قفلت باب. سيب الناس تتكلم. وما شاء الله الناس اللي في الفتره الاخيره سواء الدكتور محمد او سواء الدكتور عادل، كل الناس دي اتكلمت كلام محترم وكلام يتدرس وكلام على علم وكلام موجود خبره سنين طويله. صحيح. فلازم الناس تتكلم. تحب حضرتك تقول ايه لكل مهندس نعم. اطلق على نفسه كلمة استشاري وهو لسه في بداية طريقه؟ طيب هو ما يطلقش على نفسه حضرتك استشاري، لا يطلق، هو مهندس زراعي وهندسه ومعاه يعني اقول انا الكارنيه مهندس بتاعه. زراعي. هو مهندس زراعي. لكن كلمه استشاري يا فندم كلمه كبيره جدا واسعه جدا ومهمه جدا. احنا اللي نطلق عليه استشاري بالمعايير. ايه هي المعايير؟ قلت لسيادتك سن الخبره، مقيد في نقابه المهن الزراعيه، عنده علم كبير جدا، ماسك مشاريع كبيره جدا، عنده نتائج عملها وابحاث عملها. طيب احنا لو السنة دي 2026 المعروض او المزروع، الناس كان في بداية الموسم بتقول ده كتير جدا. نعم. وان الفراولة المزروعة السنة دي هتبقى اكتر من السنة اللي فاتت. تمام. بس اتفاجئنا في الموسم ده ان الانتاج تقريبا نص انتاج السنة اللي فاتت. حقيقه. ايه المشكلة دي شايفها حضرتك ازاي من وجهة نظرك؟ المشكله حضرتك مشكله كبيره جدا، والمشكله مش محور واحد، مجموعه محاور يعني. اولا احنا عايزين الزراعه لها اساسيات. اول شيء الشتله يا جماعه. الشتله لازم الشتله تكون من مصدر موثوق منه، لازم الشتله تكون مكان كويس جدا معتمدة من وزارة الزراعة. هي اول حضرتك حلقه في سلسله النجاح. الشتله. التربه لازم تكون ارض معقمه، لازم تكون ارض صالحه للزراعه، تكون ارض خاليه من الاملاح، تكون خاليه يعني انا قبل ما ازرع اروح احلل الارض اشوفها اصلا هتنفع للفراوله. لازم يا فندم تحلل. مش الفراوله بس، اي زراعه لازم تحلل. اي زراعه لازم تحلل، تعرف فيها امراض ولا ما فيهاش، فيها نماتود ولا ما فيهاش، العناصر الفقيره فيها ما فيهاش عناصر ايه، فيها عناصر زياده ايه، طبيعه التربه ايه الافضل ثبات استخدامه ايه. لازم التحليل. اي مهندس زراعي النهارده هيشتغل في ارض مش هيحلل مش عارف يشتغل. لا لازم حضرتك على علم. احنا على فكره في زمن العلم وزمن التكنولوجيا، وده دور الاستشاري الزراعي، نقل التكنولوجيا الحديثه. يعني حضرتك انا لما كنا في تركيا نقلنا مكنه جمع فراوله، الناس قعدت تضحك وتهاجمنا. كان بالليزر. احنا هنعمل بقى ايه؟ انت كده توقف حالنا يا جماعه، مش هنستخدمها، ما تنفعش عندنا. بس من واجبي اقول لك العالم وصل لحد فين، توري له الجانب الثاني. ايوه، ايه التكنولوجيا الجديده، وايه السماد الجديد، وايه المبيد الجديد، وايه المحطات التصدير الجديده، وايه الشغل التعبئه الجديده. لازم الناس تعرف الجديد عشان تطور من نفسها، لان احنا في زمن التكنولوجيا وفي زمن العلم وفي زمن التطوير. طيب ده اللي عمل مشكله وقلل الانتاجيه فعلا في مصر السنه دي؟ لا، الظروف الجويه رقم واحد. الظروف الجويه طبعا. طب ليه ما كان كله بيقول في الظروف الجويه في المشتل ده ظروف ممتازه جدا ايام المشتل؟ طيب طب لو هنتكلم عن المشتل هقول لحضرتك على حاجه. احنا غلطنا غلطه صغننه السنه اللي فاتت، وهي الزراعه بالقلم. وانا لما حضرتك نزلت في الفيديو ان الكوبايه افضل من القلم، ناس كتير هاجمت وقالت لا القلم افضل. القلم كان نمو خضري ونجاح افضل وارخص، لكن حضرتك انت بتزرع القلم قبل الكوبايه بشهرين. ماشي. خلي بالك، ركز معايا في الحته دي. بتزرع القلم قبل الكوبايه بقد ايه؟ بشهرين. في الشهرين دول النبات بياخد حراره اكتر واضاءه اطول. صح. فدول بيتخزنوا في جسم النبات، ودولت اصلا بيخلوا النبات يتجه للنمو الخضري على حساب النمو الثمري. فانت لما بتزرع في ارض كميه، في زمان والله احنا اتعلمنا المزارعين كان بيقول العقله اللي بتزرع عقله في المشتل المباشر بيكون انتاجها اقل، وفعلا الحقيقه بيكون اقل حتى لو 1%. ما اقولكش اقل كتير، بس بتبقى فعلا اقل، لان بتبقى خدت درجات حراره اعلى وعدد ساعات اضاءه اطول. فالنبات بيكون مركز شويه، مخزن في جسمه، بيكون مركز شويه على النمو الخضري على حساب النمو الثمري. طيب الفراوله الايام ديت في اراضي كتير زي ما بنقول كده بلغتنا روحت. نعم، سافرت. نعم. طب احنا لسه في شهر 2. طيب السبب الرئيسي ان لما الاسعار كانت متدنيه شويه الفلاح زهق ورفع ايده من التكلفه. يئس. يئس. رفع ايده من التكلفه، ولا ثبت كويس ولا رش كويس ولا اهتم كويس. اصل هتجيب ايه؟ أيوة. فطبعا احنا عندنا مخزون كربوهيدراتي في قلب النبات. النبات ما كانش عنده مخزون، فالنبات وقع، سافر، جاله هبوط، مشي. يعني اللي كمل
اللي تسميد هو اللي نجح. هو طبعا اللي اهتم بزرعه. بس انت حضرتك النهارده مالكش دعوه بالسعر، انت النهارده عليك تنتج كميه انتاج مطلوب في النهارده من الفدان من 25 ل 27 طن اجيبهم. السعر ده ايه ماليش دعوه، لكن انا شلت ايدي الفدان جاب 17 طن و18 طن، تكلفه الفدان فعليا من 18 ل 20 طن عشان الم تكلفتي. عشان الم تكلفتي لازم اجمع 18 طن من 18 ل 20. ما انت حضرتك النهارده بتتكلم في مثلا في 20 طن في 25 جنيه مثلا تقريبا في 500,000، هي تكلفه الفدان. هي تكلفه الفدان. تكلفه الفدان. الباقي ده المفروض هو ايوه مكسب. فوق ال 20 طن دي مكسب الفلاح. يعني السنه دي اللي ما جابش ال 20 طن فعلا خلاص كده. ولا واكتر. وعلى فكره السنه دي صعب جدا، يعني النهارده المزارع الشاطر اللي هيجيب من 20 ل 22 طن. من 20 ل 22. الظروف الجويه مش مناسبه. طيب ال 2027 ان شاء الله. ان شاء الله يعني. نعم. شايف هيبقى برضو فيها كم الزراعات ديت ولا هناخد بالنا وهنتعلم بص بقى؟ يا فندم انا دايما عندي كده زي ما تقول ايه طاقه ايجابيه او ثقه في الله عز وجل. دايما راضي بان ربنا سبحانه وتعالى قسمه لنا سواء للفلاح. فان شاء الله احنا هنزرع، يعني احنا علينا السعي وليس علينا ادراك النجاح. صح. هنزرع ونوسع ونصرف ونشتغل ونعمل وان شاء الله ربنا هيرزقنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ناخد بالنا ايه بقى السنه الجايه؟ ناخد بالنا ايه عشان نكون اتعلمنا صح من السنه دي، لان السنه دي هتعلم ناس كتير. طيب. او علمت ناس كتير. طيب. ايه اللي احنا ناخد بالنا منه السنه الجايه ان شاء الله عشان ما نقعش فيه؟ طيب انا عايز اتكلم في نقطه هي في ناس كتير هتعرضني فيها بس وجهه نظري، فالناس تسامحني والناس معلش تستحملني. هتكلم في النقطه دي. اول حاجه نقطه المشتل. السنه اللي فاتت المشتل كان غالي وكانت الشتله جايه لنا من بره فيها مشاكل، فالناس زرعت المشتل ب 50,000 سقطت في الارض، زرعت كمان مره 50,000 سقطت في الارض، الفدان اتكلف من 100 ل 150,000 جنيه. شتله بس. حصل الفلاح طبعا هيجيب منين؟ عمل عنده مشكلتين. المشكله الاولانيه حصل السنه اللي فاتت حاله قتل دهس بالسياره لمزارع محترم ابن حلال شاطر جدا، لان الشتله سقطت بالرغم ان الراجل ما كانش له علاقه بالشغل، الارض سقطت بالفلاح بسبب درجات حراره عاليه بسبب ميه الارض سقطت، عمل مشكله معاه. او في ناس تانية قعدت صحاب المشاتل في قعدات وخدت فلوسها. انا بقول يا جماعه بعد اذنكم احنا مش عايزين عشان زرعه فراوله نعمل مشاكل بيننا وبين بعضنا. مش عايزين نضرب بعضنا، مش عايزين نتخانق مع بعضنا، مش عايزين نقتل بعضنا. طب نعمل ايه؟ انا عندي المشتل اخد مهندس، اخد دكتور، اخد معمل واروح افحص المشتل معمليا وظاهريا. ده قبل ما اشتريه المشتل اهو ده مشتلي، اعينه بعينيا، اخد جزء من المشتل من النباتات واطلع على المعمل احلله اشوف فيه ايه الامراض، لقيته مناسب اكتب عقدي او اتفق مع الناس وادفع عربون. طب لو قدر الله سقط عندي ماليش حاجه عند الفلاح، نفضل حبايب ما يحصلش ارجع واعمل له مشاكل، ما نفضلش نقعد نتخانق مع بعضنا. فاستاذن حضراتكم بعد اذنكم رساله لكل مزارعين مصر، لما تشتري المشتل خد معاك حد فاهم في المشتل، خد الشتله واطلع على المعمل حللها. اشتريت واتفقت وتعاهدت مع البتاع على البتاع، ما ترجعش تاني لصاحب الارض لصاحب المشتل. زرعت ونشف اشتري تاني، ما ترجعلوش. صح. انت عينت بنفسك وشفت بنفسك. انت حر تشتري عندك ما شاء الله في مصر. مش عاجبك المشتل سيبه. مش انت النهارده عشان المشتل ب 50 حلو، لا هروح اخد ابو 30 وابو 30 في امراض، اروح اتخانق مع الراجل ابو 30. طب كان قدامك انت اللي اخترت. فحضرتك بعد اذنك لما تشتري المشتل ما ترجعش لصاحب المشتل تاني. طيب رأي حضرتك في الزراعه البدري؟ نزرع برضو بدري زي السنه دي؟ في ناس زرعت من 1/8. بص يا فندم احنا عندنا مشكله، ودي برضو انا عايز برضو من دور المهندس الزراعي، اسف من دور الاستشاري الزراعي. في عندنا استشاري زراعي شاطر واستشاري زراعي مش شاطر قوي. ايه الفرق ما بينهم؟ الاستشاري الزراعي اللي مش شاطر اللي عنده مشكله في مزرعته بيحلها. طب اللي الشاطر اللي ما بيخليش المشكله تحصل اصلا. بمعنى احنا انت حضرتك بتسالنا على درجه الحراره، بمعنى احنا عندنا كل سنه بقالنا 30 سنه في الشغلانه دي بيحصل لنا مشكلتين، مشكله في بدايه الموسم ومشكله من اخر الموسم، كل سنه بتحصل. طب ايه اللي في بدايه الموسم؟ عندنا درجه الحراره بنزرع بدري، درجه الحراره بتبقى عاليه جدا، درجه الحراره بتعمل حاجه من الاثنين، لا تفوت لا تموت. لا الزرع يموت عندك جزء منه ويحصل عمليه ترقيع لا يفوت بسبب درجات الحراره، لا اما يفوت في التزهير ما يظهرش.
يبقى انا النهارده عارف ان كل سنه لما ازرع في درجه الحراره عاليه وازرع بدري هيحصل عندي المشكله دي. يبقى انا اعمل حسابي احسن شكلتي، اتقل شكلتي، اعمل مخمسات زياده عشان لما يحصل ترقيع ارقع عندي، اودي المشتل عندي كوبايات ازرعها او صواني ازرعها، يبقى انا عندي ترقيع. يبقى انا كده الحمد لله حته المده انا تفاديت منها. طيب عندي النهارده هتفوت، يبقى النهارده ما كترش في الازوت بتاعي، ما كترش في الري بتاعي، اروي بحساب، اسمد واخزن في النبات حاجات تخلي النبات يتجه لعمليه الايه؟ التزيين. ما استناش النهارده كراجل استشاري يحصل عندي مشكله النبات يموت واقعد بقى جنبه، او النبات يفوت واقعد جنبه واحل في مشكله. لا، انا بفهم المشكله بخبرتي، بسنين الخبره. احنا بنقول الاستشاري الزراعي من 10 15 سنه ليه؟ عشان هيبقى عارف ايه اللي هيتوقع ايه اللي هيحصل. طيب المشكله الثانيه اللي احنا عايشينها حاليا النهارده في مصر، المشكله الثانيه في فتره الشتاء النبات بيبقى عنده مشكلتين، مشكله لا اما نقص سكر لا اما نقص في اللون. فيجي النهارده كل الاستشارات عماله تجري وتعالج في اللون وتعالج في السكر. طب ما انت عارف ان كل سنه بيحصل معاك المشكله دي. ما تيجي تخزن كويس بورون، تخزن كويس كالسيوم، تخزن كويس بوتاسيوم، تخزن كويس مغنيسيوم، تخلي النبات يحافظ على السكر. الله ينور عليك، خلي النبات يحافظ على السكر ويحافظ على اللون بتاعك. صح طبعا كده. صح. طيب برضو ايه اللي ناخد بالنا منه السنه الجايه في مرحله ان احنا عايزين نجمع كراتين او نجمع برانيك، او يبدا كل واحد ماشي يعني مثلا بيدور على السعر؟ هقول لحضرتك 4 نقاط. اول 3 نقاط: شتله مناسبه، ازرعها في ميعاد مناسب، ازرعها في تربه مناسبه، يبقى انا وصلت ل 80% من النجاح. كده بقى نجحت بنسبه 80%. وسيب الباقي ده على ربنا. سيب الباقي بقى. عمليات الري، شغل الاستشاري بقى، عمليات الري والتسميد والمكافحه كل دي. طب حضرتك طيب الحاجه بقى اللي انا دايما اقول بالله عليكم بالله عليكم من الموسم الجديد بلاش فيديوهات مسيئه. اظهر الجانب الطيب، اظهر الجانب الايجابي. خدت بال حضرتك؟ ده اللي انا ابدا انصح بيه الفلاح يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب احنا النهارده فتحنا ملف حساس ناس كتير بتتكلم عنه في الكواليس، واول مره يتقال كده على الهوا. لو الحلقه لمستك شاركها، يمكن تنقذ موسم او فلاح. دي كانت حواديت الغيط، كان ضيف المهندس ياسر. انا بشكر حضرتك. وانا بشكر حضرتك وبشكر الساده المشاهدين وبشكر كل مزارعين مصر اللي مشرفينا في كل مكان. عليكم الجوده، خلي بالكم من المبيدات يا جماعه. شكرا يا باشمهندس. شكرا يا فندم. شكرا.